شن جوزيه مورينيو مدرب روما هجوما كبيرا على جماهير الجيلوروسي بعد الفوز على هيلاس فيرونا 1-0 أمس الأحد بمنافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي. وشهد اللقاء الذي أقيم في الأولمبيكو معقل روما إطلاق الجماهير لصافرة الاستهجان ضد اللاعبين تزامنا مع بعض التمريرات الخاطئة. وقال مورينيو في تصريحاته لشبكة دازن: أشعر بخيبة أمل وأنا آسف لأن الجماهير لا تمنحنا التقدير الذي نستحقه على ما نقوم به في ظروف صعبة جدا. وأضاف: إما أنهم لا يفهمون أو لا يريدون فهم الظروف. وزاد: عندما يتم بيع جميع التذاكر مثل ما حدث بمباراة بودو غليمت فإن الاستاد يمنحنا الفوز، وكذلك أمام فيرونا، لكن الناس تبدأ بإطلاق الصافرات بعد 15 أو 30 دقيقة على تمريرة خاطئة. هم لا يفهمون ما نفعله هنا. ووصل المدرب: أنا لست هنا لانتقاد أي شخص، الجماهير يجب أن تفعل ذلك معي كمدرب، لكن يجب علي أن أحمي لاعبي فريقي وهم يستحقون المزيد. وعن مستقبل مع الذئاب علق البرتغالي: سيكون لدي الكثير لأقوله، الآن ليس الوقت المناسب. خلال عام ونصف هنا لم أجري أي مقابلات، فقط أتحدث بالمؤتمر الصحفي وعلى التلفزيون وقبل وبعد المباراة، لأنني مجبر على ذلك وإلا فسأتعرض أنا والنادي للغرامة. وأتم: لم أجري أي مقابلات تماما وربما أكون مخطئا، لكن أريد الانتظار لنهاية الموسم. وذكرت تقارير صحفية فرنسية وإيطالية مؤخرا أن لويس كامبوس المستشار الفني لباريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع مورينيو خلال الأيام الماضية لقيادة الفريق في الموسم المقبل.